يعني الواحد يفضل يفكر كده لدرجة ان هو ما يشوفش اللي قدامه؟ قال نعم. قيل تعرف أحدا بلغ لهذه المنزلة؟ قال أبو الحسين النوري. فما فتئوا أن دخل أبو الحسين النوري. أبو الحسين النوري ده من العباد الكبار، بعض الناس ذكر عنه أشياء كذب عن هذا الرجل، يعني مش كل الآثار اللي أو التشنيع اللي بيحدث عليه، بعضهم ذكر عنه آثار كذب لا تصح عنه. وابتلي بها ودخل على القاضي، وقبل أن يدخل على القاضي لما اتهمه الناس بالزندقة وأنه قال كلام يكفر به فدخل يقتل، فكانوا 3، آخر واحد فيهم كان أبو الحسين النوري. الجلاد واقف وهيبدأ يقتلهم، بص لأبو الحسين النوري كان آخر واحد، راح جاري وقف أول واحد. فالجلاد لفت نظره ده فقال له أنت وقفت كده ليه؟ قال حضرت ساعتي الأخيرة، خلاص أنا مش هموت دلوقتي، فأردت أن أوثر إخواني بشيء فما وجدت شيئا أوثرهم به إلا نفسي، إن أنا أخرك إنك تموت كمان دقيقتين. فالراجل قال لا، في زنديق يبقى عنده العقيدة دي؟ فرفعه لبعض القضاة، أبو إسماعيل الحنبلي رفعه إليه وقال أنا حصل كذا كذا، حقق فيه مرة ثانية. فلما دخل عليه كلمه في الدين فأجاب إجابة العلماء لحد ما أذهل القاضي من علمه. فقال له يا أبا الحسين أنا أعتذر لك، وإزاي حصل ده يعني؟ ثم قال له أتريد شيئا؟ تاخد لك قرشين أنت ماشي؟ فنظر إليه أبو الحسين النوري وقال يا أبا إسماعيل لم أجلس في مجلسك هذا الذي تأخذ أنت منه بدينك. يعني أنا كنت ممكن أبقى قاضي من زمان وأظهرت العلم ده، بس أنا ما قعدتش هنا حفاظا على ديني أنا، حتى أبكاه وانصرف رحمه الله. المهم أبو الحسين النوري ده دخل على الجنيد وهو قاعد، فقال لهم أبو الحسين النوري، راح داخل أبو الحسين النوري. فلما دخل قيل يا أبا الحسين من أين أتيت؟ قال من طريق السوق. فقيل له هل رأيت أحدا في طريقك؟ قال لا. تصور بقى واحد جاي من طريق السوق ما شافش حد زي ده بقى. الاستغراق الفكر، استغراق بقى. طبعا أنا عارف إن أنا بكلمك فيه ده بعيد عننا، يعني احنا ممكن نقوله